ملحمة التنافس بين روسيا وأمريكا لاستمالة الجزائر. وبصراحة أصبح الموضوع حديث الإعلام، يعني حتى أصبح الغزل الأمريكي مكشوفا وأقرب إلى التوسل. وسأتحدث أيضا عما يتردد في وسائل الإعلام الغربية بشأن إدارة فرنسا ظهرها للمغرب وتفضيلها للجزائر. وصدقوني في هذه الحلقة لا أريد انتقاد المغرب، وكل ما سأقوم به هو نقل وتحليل ما ورد في متن الإعلام الغربي. نبدأ بالتنافس الدولي على الجزائر. طبعا هذا التنافس ظل يتفاعل وراء الكواليس، ولكنه طفى إلى السطح مؤخرا. روسيا عبرت عن موقفها الداعم للجزائر بشكل قوي، ومن خلال مكالمة طبعا بوتين وتحديثه مع الرئيس الجزائري تبون، وعبر تصريحات لافروف اللافتة للنظر، بما في ذلك توجيه النقد اللاذع لدعوات الكونغرس لمعاقبة الجزائر. وبالطبع لافروف تعمد إثارة الموضوع لأنه يدرك بأن هذه التصريحات ستحدث مفعولها في الأمريكيين، وستجعلهم يفكرون 1000 مرة قبل محاولة المساس بالجزائر. وفي ذات الوقت لم تخفي روسيا رغبتها في الحفاظ على علاقتها التاريخية مع الجزائر، وطبعا تلك نزعة طبيعية. وأما أمريكا التي أحست بالقلق من تصريحات لافروف وزيارة الرئيس الجزائري لروسيا، يعني مؤخرا أبدت حتى في اليومين الأخيرين اهتماما منقطع النظير عبر نائبة وزير الخارجية الأمريكية، وتحدثت عن هذا الأمر بالأمس، ويعني أيضا طبعا عبر التصريح الأخير للسفيرة الأمريكية في واشنطن. هل تحاول أمريكا تقويض علاقة الجزائر مع روسيا؟ أعتقد بأن أمريكا تفكر في تقويض روسيا، دعك من تقويض علاقاتها مع الدول، ولكن أمريكا في تقديري لا تحلم بذلك، لأن الجزائر لم تفوت أي فرصة لتوصيل موقفها للأمريكيين بشأن حيادها وبشأن علاقاتها التاريخية مع روسيا. هذه ليست مساحة للعب الأمريكي، أمريكا تفهم ذلك، وكما قال الرئيس تبون الأمريكيون أبدوا تفهمهم باستمرار، وكانت الجزائر باستمرار توصل هذا الأمر. في تقديري لم يحاول الأمريكيون تجاوز الخطوط الجزائرية الحمراء لأنها خطوط جزائرية حمراء، والأمريكان طبعا في الأخير ليسوا أغبياء، لديهم خبرة كبيرة في هذه الأمور، وكل ما يحاول الأمريكيون الاطمئنان عليه هو حصتهم من الحياد الجزائري. وقد يبدو هذا التعبير غريبا بعض الشيء، ولكن حصة الحياد صدقوني أكبر كثيرا من حصة الانحياز. والجديد في الأمر كما قلت هو تصريح السفيرة الأمريكية الذي يعد وبلا مبالغة مغادرة للتقليد الأمريكي. لاحظوا أمريكا حتى في مع أصدقائها القدامى تتحفظ كثيرا في خلع الألقاب وكيل المديح، خصوصا ذلك المتعلق بالنفوذ والقوة. ولكن السفيرة الأمريكية إليزابيث مور كسرت هذا التقليد، قالت بأن الجزائر قوة إقليمية مؤثرة للغاية، وأن أمريكا تتعاون معها في المحافل الدولية لتحقيق السلام في كل مكان. ما قالته هذه السفيرة نحن بالفعل نرغب وبقوة في إقامة حلف استراتيجي مع الجزائر.
هذا هو المقصود. تريد استمالة قلب الجزائر وبكل الطرق. هذه السفيرة تعي ما تقول وتسعى إلى التفوق على تصريحات لافروف، والتصريحات طبعا تستصحب الاسترضاءات، ولا أستغرب أن تقوم أمريكا قريبا بإجراء تحسينات على موقفها من القضية الصحراوية. هذا وارد جدا. أمريكا كما هو واضح مصممة على المنافسة وبأي ثمن، وهذا طبعا ببساطة شديدة يعني عندما تتنافس الأطراف بهذه الحدة معنى ذلك أن الجزائر قيمة جدا جدا وستلعب دور خطير جدا جدا في المستقبل. يجب أن لا ننسى أن السفيرة الأمريكية أكدت ما قلته مرارا والفرق بيني وبينها، أنا يوتيوبر بسيط ولا أحمل في قلبي إلا الحب للجزائريين، وأما السفيرة طبعا فهي مغرضة، ولكن هذا لا يهم. إنما يدفعها لهذه التصريحات هو قوة الجزائر وخطورة دورها في المستقبل. هذا إقرار لحقيقة راسخة. قد يتساءل البعض أليست هذه هي المبادئ مثلا؟ المبادئ صدقوني المبادئ بخير ما بقيت الجزائر بخير، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تملي على الجزائر وتصادر سيادتها، وعما قريب سيتبلور ذلك في صفقات الأسلحة وزيارة الرئيس الجزائري لروسيا، والتي من المتوقع أن تكون زيارة تاريخية. كما تعلمون العلاقات الدولية ليست كالعلاقات الشخصية، يعني الحدود والفواصل فيها معقدة وإيقاعها الزمني مختلف تماما. هذه نقطة جوهرية للغاية. فكما تناور القوى العظمى، الجزائر تعمل في سياق زمني وتناور على نحو لا يخدم مصالحها فحسب، بل يصون مبادئ الجزائر المعروفة، وعلى ذلك فليراهن المراهنون. أنا أقول ذلك بإيمان تام. عندما يكون الطرف الذي تتصارع حوله الأطراف، وهذه نقطة أيضا مهمة، عندما يكون هذا الطرف قويا ويتمتع بسيادة منيعة سيكون له نصيب الأسد. لا يوجد خطر على الجزائر على الإطلاق، حتى لو انحازت بشكل سافر إلى أي طرف من أطراف الصراع، ولهذا يخشون من ممارسة الضغط الابتزازي عليها. هذا يعني كما قال لافروف لا ينطلي على الجزائر، ولكن الجزائر لن تنحاز لأي طرف. الآن دعوني أعلق سريعا على ما ورد في الإعلام بشأن التقارب مع الجزائر وانعكاساته على علاقة فرنسا مع المغرب. دعونا نأخذ مثال واحد، نتأمل ما قالته مجلة الإيكونوميست. تحدثت المجلة عن التنامي المضطرد في العلاقة الجزائرية الفرنسية، هذا طبعا أمر معروف، وقالت بأن فرنسا تتقرب من الجزائر على حساب المغرب، وقالت بأن السياسة الفرنسية الحالية تختلف كليا عن سياستها قبل عام، ووصفت الأمر بالمناسبة بالانقلاب الكبير في السياسة الفرنسية. هذه أمور معروفة بلا شك، وقالت بأن ميكانيكية هذه العلاقة ترجح ذبول العلاقة الفرنسية المغربية، وقالت بأن ماكرون استخف بالملك المغربي الذي قضى 4 أشهر تقريبا في باريس العام الماضي، ولم يسعى ماكرون لمقابلته، مع أنه زار الجزائر وأرسل وفود رفيعة وظل يعني يتودد للجزائر. هذا أمر تحدثت عنه المجلة باستفاضة. وحسب الإيكونوميست فإن حزب ماكرون تقول هو الذي ساعد على تمرير قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان. وتطرقت المجلة إلى أن المغرب ظن أنه طوق الجزائر أوروبيا ليفاجأ بأن الجزائر
أكثر أهمية منه في أوروبا. أوبس، طبعا هذه بصراحة قوية. هذا ليس رأيي، بل رأي المجلة في كل الأحوال. المهم، تطرقت المجلة إلى قيام المخزن بالتجسس على حلفائه بما فيهم ماكرون، مستخدما برنامج التجسس سيء الصيت بيجاسوس. وقالت المجلة على فكرة هذه الأمور تسببت في تدهور علاقاتها. وهناك شيء لافت تطرقت إليه المجلة، وهو أن المغرب الآن يئس من أوروبا، وأصبح لم يعد لديه إلا حليف واحد هو الاحتلال الإسرائيلي. هذه صراحة إدانة صريحة، خصوصا أن تأتي في الإعلام الغربي، تطرق لها الإعلام الغربي. بصراحة هذا أمر مؤسف للغاية. يجب توضيح حقيقة مهمة، وهي أن الجزائر لم تخطط لذلك، ولا تهتم بخيارات فرنسا وعلاقاتها مع الآخرين، لا يهمها على الإطلاق. ردة فعل المغرب هي التي ستؤثر في السلوك الفرنسي، وهذا أيضا لا يهم الجزائر. من خصائص السياسة الجزائرية أنها ليست نتاجا للتآمر، ليست نتاجا للدسائس، بل هي نتاج لتراكم سيادي عريق ترسخ وأصبح لصيقا بالهوية الجزائرية. رغبة الآخرين في استرضائك ليست منحة بالمناسبة، هذه قوة، هذه تعبيرات القوة، وهذه أيضا وفرة ومهارة سياسية. ليس ذنب الجزائر أنها تلقى تحظى بالتوقير من دول العالم. هذه ثمرة الصمود والحياد والموثوقية. هذا نتيجة للتراكم التاريخي. المبادئ قوة، قلتها باستمرار. عندما تتمسك بمبادئك أنت قوي. والسمسرة تفريط في السيادة وحبلها قصير. والآن أصبحنا نلاحظ الفرق بين وضع الجزائر ووضع دول أخرى. راهنت الجزائر على سيادتها ومكوناتها، ولاحظ العالم ذلك، خصوصا عندما انبهمت عليه السبل. لاحظ تلك المزايا الفريدة والاحترام الذي تحصل عليه الجزائر، كما قلت ليس منحة، إنه استحقاق وعن جدارة.